ارتقى سنوي به العالم تشيد، سيدي أسعد له كفوف سخية واثق الخطوة ونظراته بعيد، سيدي أسعد له كفوف سخية واثق الخطوة ونظراته بعيد، حط موروث الهجن فالأولوية وكل عام بدعمه السامي يزيد، والتقوا أهل الهجن من كل فيه وكل مالك في سجلاته رصيد، من خناجر من سيوف وبندقية والطموح السيف في اليوم الوعيد، والسبوق اللي لها بصمة قوية تنفرد بالنوع والشكل الفريد، لتقود الشوط وبكل اريحية كأنها ظبيان من القانص شديد، والسبوق اللي لها بصمة قوية تنفرد بالنوع والشكل الفريد، اللي تقود الشوط وبكل اريحية كأنها ظبيان من القانص شديد، من ملكها نال دفعه معنوية يوم جاء فرق في حبل الوريد، يتنومس بين حكام ورعية ذاك والله صاحب الحظ السعيد، مرحبا يا مرحبا واهلا وحيا يتعنى من قريب ومن بعيد. الرحمن الرحيم. متواصلين مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، نواصل لكم التحية والترحيب من هذا المهرجان السنوي الكبير لنسخته التاسعة ميدان البشاير. شكرا لدائرة ميدان البشاير على هذا التنظيم الرائع كما يحب أن يراه عشاق عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. شكرا على هذه الجهود من خلال كل الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان السنوي الكبير. مباشرة انطلاقة رابع الأشواط، سيارة تنتظر الفائز بالمركز الأول. تمنياتنا للجميع بالتوفيق بإذن الله. الرقم 1 مع المقدمة مهابة حمد بن ناصر بن منصور الدرعي مع مهابة في مكان المهابة والهيبة، بينما المركز الثاني انطلقت مشكورة سالم بن مصبح بن سعيد الكتبي يتقدم ليقدم مشكورة من اللي قادمة المنطلقة الفايضة. وصلت مع ابو سعيد سالم بن سعيد بن سالم العويسي من يتقدم. رابع الاسماء صفريه ناصر بن عبد الله بن احمد المسند يتقدم مع هذا الاسم دائما بالاسماء النادره والجميله يقدم نوعياته. سادس الاسماء القدوم في هذه اللحظه من صمت عبد الله بن محمد بن عتيق العامري. لا صمت يا العامري، يتكلم الميدان بأكمله ليتوج المنافسين والأبطال. سابع الأسماء القادمة الهدة حمود بن أحمد بن حميد ليديلي من اللي تسللت على المركز التاسع تغير بين المراكز. الشرود بدر بن سالم بن علي الوهيبي من يقدم الشرود. عاشر الأسماء قدوم من كنز سيف بن مرهون بن علي المعمري. هكذا العشرة المراكز الأولى. رابع الأشواط شوط السيارة التي تنتظر واحدا من الفائزين، واحدا من الأبطال المتوجين، والمقدمة والصدارة مع انطلاقة مشكورة سالم بن مصبح بن سعيد الكتبي من يقدم مشكورة ليثبت حضوره في هذا المهرجان. المركز الثاني اللي من الجانب الآخر شعار المسند يقدم صفرية ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. والمركز الثالث قادمة هذه الفايضة سالم بن سعيد بن سالم العويسي من اللي انضمت. هذه اول اذاعة واول نداء ملازيم. احمد بن ناصر بن سعيد الغهيلي وصل ليقدم ملازيم. خامس الاسماء هذه الشرود بدر بن سالم بن علي الوهيبي يتقدم مع الشرود. هذه الخمس المراكز على مقدمة الشوط. الاسماء كلها في موقع يسمح لها بالمنافسة. تقارب هذه الاسماء تبين هذا المشروع
المشهد التنافسي الذي يحمل 10 أسماء في نفس الموقع. الجميع يحلم أيضا بالفوز ونقطة في هذا المهرجان. تجمع خليجي، توافد أبناء الخليج للمشاركة في مهرجان بشاير في السلطنة العمانية. صفرية مع القمة، صفرية مع المقدمة. ابو عبد الله الأنيق يتقدم مع انطلاقة صفرية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسرد. والمركز الثاني، ثاني الأسماء الفايضة من تتقدم سالم بن سعيد بن سالم العويسي يقدم الفايضة. وصلت الشرود، وصلت الشرود. بدر بن سالم بن علي الوهيبي من اللي قادمة ملازيم تتقدم ليقدم ملازيم أحمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي. ياهو هجوم، هجوم جماعي مكثف ياتي من انطلاقة كنز سيف بن مرهون بن علي المعمري. وانطلاقة الهدة حمود بن أحمد بن حميد اليديلي قادم للمنافسة. وين الوصول؟ الكيلو الأخير، قرعت أجراس عمان الرياضية أجواء الكيلو الأخير هنا مع صفرية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع القمة، المسند مع البداية. الملاحقة من كنز سيف بن مرهون بن علي المعمري هاني الشواعي بالفعل. المركز الثالث هنا الفايضة سالم بن سعيد بن سالم العويسي. ارصد اللي قادم ما شاء الله تبارك الله. الهدة انهدت، حمود بن أحمد بن حميد اليديلي يقدم الهدة من اللي قادمة هذه الدوحة. سعود بن محمد بن علي الوهيبي. اشتدت المعركة وزاد الصراع وزادت القوة وزادت السرعة. تكتيكات المضمرين، الأوامر المباشرة بدأت على الانطلاق. القمة هي الفايضة مع سالم بن سعيد بن سالم العويسي. ما شاء الله تبارك الرحمن، أسماء قادمة. أشوف هني التحدي على المركز الثاني قادمة نسايم. حمود بن عبد الله بن شامس المحاربي يحارب من أجل السيارة، يحارب من أجل الفوز، لكن غادرت الفايضة. مشكور بو سعيد سالم بن سعيد بن سالم العويسي مع الفوز مع الانتصار. وسلام يا جعلان، سلام. مشكور يا العويسي، مشكور بن الزمر، مشكور بن الزمر. سلام يا يعلان، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني نسائي محمود بن عبد الله بن شامس المحاربي. وثالثا كانت ايضا سيوف احمد بن عبد الله بن حارب الدرعي. المركز الرابع، المركز الرابع كانت صفرية ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. والمركز الخامس حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. ياهو شوط مشاهدينا متابعينا الكرام. السيارة التي ذهبت مع انطلاقة الفايضة ما شاء الله تيمنا بالفايضة لهجن الرئاسة سالم بن سعيد بن سالم العويسي البطل مع 5 دقائق 53 ثانية 85 جزء من الثانية. مشكور يا ود الزمر، مشكورة على هذا الحضور المميز. بينما المركز الثاني كان الوصول من نساي محمود بن عبد الله بن شامس المحاربي. حاربوا حتى الامتار الاخيرة 5 دقائق 54 ثانية 40 جزء من الثانية. مشكور يا المحارب واهالي الزاهرة دائما حاضرين في قمة المنافسة. المركز الثالث كان الوصول والانطلاق من ايضا بن حارب مع سيوف احمد بن عبد الله بن حارب الدرعي 5 دقائق 56 ثانية 30 جزء من الثانية. توقيت ايضا الحاصلة على المركز الثالث. هكذا تابعت انطلاقة رابع الاشواط. ياهو شوط بالفعل استطاعت الفايضة الفوز والانتصار. تهانينا لود الزمر على هذا الفوز.